أنا أحمد، واللي هحكيه دلوقتي حصل معايا فعلاً. قبل ما نكمل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واضغط إعجاب واشترك فوراً علشان يمكن صوت الهمس ده يوصلك الليلة وانت بتقرأ. 3 2 1 نكمل. أنا مش من النوع اللي بيحب يبالغ أو يفتري، بس اللي هحكيه دلوقتي حصل معايا فعلاً، ومهما حاولت أنساه كل ما أبص في المراية بتشدني نفس اللحظة تاني. أنا أحمد، وعمري ما كنت بآمن بالخرافات، جن، شياطين، مرايات مسكونة، كنت بضحك عليهم لحد ما حصل اللي حصل. القصة بدأت لما انتقلت لشقة جديدة، مكان هادي، دور خامس، الإضاءة طبيعية وكل حاجة تمام. في أول أسبوع بدأت ألاحظ حاجة بسيطة. المراية اللي في الحمام مش زي أي مراية شفتها قبل كده، كل حاجة فيها عادية، بس في لحظة معينة لما ببص فيها وأنا خارج من الحمام بالليل بحس كأني شفت حركة، بس ورايا مفيش حد. أول مرة قلت يمكن خيال، تاني مرة قلت يمكن انعكاس من نور الشارع، بس اللي حصل في الليلة دي قضى على أي تبرير. كنت سهران، الساعة كانت 2:18 بالضبط. رحت الحمام أغسل وشي قبل ما أنام، وأنا واقف قدام المراية لاحظت إن انعكاسي واقف بطريقة غريبة، مش شبهي. يعني أنا كنت بحرك إيدي وهو بيتأخر ثانية، كنت برمش هو بيكمل يبص. وبعدين حصلت الصدمة، الانعكاس ابتسم لي. أنا معرفتش أتحرك. إحساسي في اللحظة دي كأن في حد جواه المراية بيقلدني، بس هو مش أنا. قعدت أبص ثابت، وفجأة النور قطع، بقيت في الضلمة، بس المراية كانت لسه باينة، منورة من نفسها، أو يمكن دي كانت عينيه، لأنه كان لسه واقف، بس المرة دي خرج من الإطار. أنا فتحت باب الحمام بأقصى سرعتي، جريت على أوضتي وقفلت الباب ورايا. قعدت على الأرض أتنفس وقلبي بيخبط. تاني يوم روحت عند حد من أصحابي ورجعت الشقة الصبح كأني ناسي كل حاجة، بس كل مرة ببص في المراية بحس إنه لسه هناك. Indescribed reservers much men. وأقسم بالله من يومها أنا مش ببص في المراية في الضلمة، ومش بخلي الحمام مفتوح بالليل. يمكن تقول إني بتهيألي، بس لو حصل لك يوم نفس اللي شفته